تحس ان مبابي قال انا هسيبني من الراجل ده اللي جاي يقول لي يرجع دافع والتزم تكتيكيا ويعمل عليا مدرب وريس، وانا الريس ذات نفسه عمال بيتحايل عليا ان انا اقعد وخدت فلوس وخدت كل حاجه، بس انا برضو هسيبني منهم وهمشي من النادي اللي عمره ما شاف دوري ابطال ده، وانا بقالي 7 سنين هنا وما شمتش دوري ابطال ولا بالون دور، وانا احسن لعيب في العالم. ومش بس كده، ده احنا كمان عمالين نجيب احسن لعيبه في العالم، ميسي 2 ونيمار 6 سنين، وانا وميسي ونيمار سوا لمده 2 وبرضه مفيش دوري ابطال ولا بالون دور. وقبل كده ابراهيموفيتش وكافاني وفيراتي ودي ماريا وديفيد بيكهام، ومعانا دوناروما وحكيمي. فاضل نجيب مين تاني؟ مارادونا وبيليه عشان نكسب دوري الابطال؟ ما بنجيبش حاجه غير دوريات وكؤوس اللي هي بعد الصرف ده كله وبعد المده دي كلها ما بقتش انجاز. انا ايه اللي يخليني افضل في النادي الفاشل ده مع ان انا نادي دوري الابطال نفسه بيتحايل عليا ان انا اجي وهيديني فلوس برضو، يعني فلوس ودوري ابطال؟ ريال مدريد اللي بيكسب دوري الابطال من غير ما يقصد، نادي معاه 15 دوري ابطال ومدرب واخد 5 3 منهم مع ريال مدريد. انا ايه اللي قعدني في النادي ده مع مدرب لسه جاي وفاشل مرتين مع منتخب اسبانيا؟ انا بالنسبه لي كفايه مكافحه قوي لحد كده، افضلوا كافحوا انتوا، انا مسيرتي الكرويه ما فيهاش وقت كفايه ان انا اقعد اضيع اكتر من كده. انا اروح ريال مدريد يعني فلوس، دوري ابطال، كاس عالم للانديه وبالون دور، انتوا خليكوا كده وافضلوا كافحوا. ما كانش متوقع مبابي ان بعد سنه واحده بس هيقف قدام المدرب ده في الملعب ويتفرج عليه وهو بيضحك وقالب اللعبه بتاعته ضده، بعد ما المدرب ده كسب دوري الابطال ومبابي خرج من ربع النهائي ودلوقتي بيلعبوا في كاس العالم للانديه وبيكسبوا 4 باهانه وبيخرجوا هو ونادي دوري الابطال بتاعه ده. لا ومش بس كده، وكمان جايب البالون دور للعيب كان لسه السنه اللي فاتت بيلعب في نفس الفريق مع مبابي. المدرب اللي كان سابق مبابي في تفكيره واللي كان سايبه يتكلم ويتفاوض مع ريال مدريد، وهو اصلا كان مخطط انه يسيب احسن لعيب في العالم بس عشان يصنع اقوى فريق في العالم. المدرب اللي انا بحكي عليه ده هو العبقري لويس انريكي. رغم شهرة لويس انريكي، بس اللي ما يعرفش لويس انريكي او ما يعرفش عنه حاجات كتير او عايز يسمع حاجات ممكن تكون معروفة، خلوني احكي لكم عن لويس انريكي من البداية. اهلا بيكم، انا فوزي نينيو. لويس انريكي بعد لعب كوره 5 سنين مع ريال مدريد و8 مع برشلونه، راح وبدا مسيرته التدريبيه مع برشلونه بي بعد ما خلص تدريبه بيب جوارديولا، وبيب جوارديولا راح يدرب برشلونه، ولويس انريكي فضل مع برشلونه بي لمده 3 سنين. بعد اول موسم مع برشلونه بي خلص في المركز الخامس، والموسم الثاني نجح ان هو يصعد بيهم للدرجه الثانيه، والموسم الثالث بعد ما يحقق انجاز ب 71 نقطه بس يفشل انه يصعد من الدرجه الثانيه. بفتره تقدر تقول ان هي فتره ناجحه للويس انريكي مع برشلونه بي، وبعد ما طور لعيبه كتيره جدا منهم سيرجيو روبرتو، تياجو الكانتارا، مارك بارترا وروميو. وبعدها راح لويس انريكي عشان يمسك اول فريق كبير في اوروبا وهو نادي روما سنه 2011، بعد ما روما الموسم اللي قبله كانوا مخلصين في المركز السادس وكانوا عاملين مشروع ان هم يطوروا النادي ويحققوا مراكز احسن من كده، فراحوا قرروا ان هم يجيبوا لويس انريكي. وكان ساعتها معاه لعيبه زي دانييلي دي روسي، فرانسيسكو توتي، إيريك لاميلا، بيانيتش. لكن بعد سنه واحده بس بيقدم استقالته وبيفشل لويس انريكي مع اياس روما بعد ما يحقق مركز اقل من المركز اللي قبله، يخلص في المركز السابع ويخرج من اليوروبا ليج وكاس ايطاليا. بعدها في موسم 2013 2014 يمسك نادي سيلتا فيجو، بعد قبلها بموسمين بس كانوا بيلعبوا في الدرجه الثانيه ولسه صاعدين درجه اولى وخلصوا في المركز ال17، يمسكهم لويس انريكي ويخلص بيهم في المركز التاسع، يعني ما يعملش معاهم موسم ناجح بس ده يعتبر موسم فشيخ. مش بس كده، ده عمل حاجه قويه قوي بعد ما حطم امال ريال مدريد ان هم يكسبوا الدوري بعد ما كسبهم 2-0 مع انشيلوتي، والملعب فيه لعيبه زي سيرجيو راموس ومارسيلو وكازيميرو ومودريتش واسكو، ما تفهمش كسبهم ازاي دول. والموسم ده اللي كسب الدوري ما كانش برشلونه، كانت من المواسم قليله قوي اللي كسبها اتلتيكو مدريد بقياده دييجو سيميوني، واللي كان هداف الدوري كان كريستيانو رونالدو. وبعدها ساب سيلتا فيجو واخيرا راح لاول مره
ده نادي من الانديه الكبرى برشلونه موسم 2014 2015 بعد تيتو فيلانوفا وجيراردو مارتينو. من اول سنه كده السلام عليكم الثلاثيه التاريخيه، دوري ابطال ودوري وكاس، وكانت تاني ثلاثيه في تاريخ برشلونه بعد ثلاثيه بيب جوارديولا، وكانت اول سنه للويس سواريز، واصلا كان ميسي ونيمار موجودين عشان يكتمل الامسان الثلاثي المرعب ويسجلوا 122 جول عشان يبقوا اكتر ثلاثي مسجل اهداف في موسم واحد في تاريخ اسبانيا. كسب لويس انريكي يوفنتوس وقتها في النهائي بنتيجه 3-1 عشان يحقق دوري الابطال، وبعد الماتش يحصل لقطه مبهجه جدا وجميله جدا ومهمه جدا قدام، لما يتصور لويس انريكي مع بنته زانا في ارض الملعب ويتصوروا صوره مبهجه وجميله جدا. والموسم اللي بعده موسم 2015 2016 الموضوع ينزل شويه، يكسب ثنائيه دوري وكاس ويطلع من ربع نهائي دوري الابطال. وفي موسم 2016 2017 الموضوع نزل شويه كمان بعد ما كسبوا الكاس بس وخلصوا الدوري في المركز الثاني وخرجوا من ربع النهائي قدام يوفنتوس من دوري الابطال. وبعدها في 2018 يمسك لويس انريكي منتخب اسبانيا بعد فتره فرناندو هيرو وخروج منتخب اسبانيا من كاس عالم قدام روسيا من الدور ال16. لعب انريكي في النيشنز ليج لاول سنه وفشل ان هو يتاهل، واللي تاهل من مجموعته ساعتها كانت انجلترا، واللي كسب البطوله كانت البرتغال، والصوره الشهيره بتاع كريستيانو رونالدو وهو رافع الكاس. وفي 2019 بدأ لويس انريكي ما يدربش منتخب اسبانيا او يدربه عن بعد، وكان دايما بيقول ان هو عنده اسباب شخصية، ومسك ساعتها روبرت مورينو، واتضحت بعدها ان اسبابه ان بنته زانا عندها مرض السرطان في العظم وبقى لها 5 شهور وفشلت كل محاولات العلاج وماتت زانا في اغسطس 2019. وبعدها ب3 شهور رجع تاني لويس انريكي منتخب اسبانيا وخرج مورينو من التدريب، اللي قال ساعتها ان هو اللي كان عايز يكمل في قيادة منتخب اسبانيا ويلعب يورو 2020. هو كان شايف هو اللي اشتغل على البطولة دي وعايز يكمل، ومسك لويس انريكي وفشل ان هو يكسب يورو 2020 وكمل لحد كاس عالم 2022، وفشل ان هو يكسب الكاس برضو وخرج من الخروج الشهير من دور ال16 قدام منتخب المغرب. وبعدها استقال لويس انريكي بسبب النتائج والاداء اللي كان بيتقدم. وهنا تبدأ القصة اللي بدأت فيها الفيديو. في يوليو 2023 يروح يمسك لويس انريكي النادي اللي مش عارف يكسب دوري الابطال ده مهما جاب اسامي، باريس سان جيرمان، والفريق اللي معتمد بشكل كبير جدا على نجمه الاول كيليان امبابي. وهنا اشترط لويس انريكي ان هو يكون ليه القرار في الفرقه دي ويكون معاه كل الصلاحيات، وابتدى يطور لويس انريكي الفريق على حسب افكاره، مش معتمد بس على نجمه، لدرجه ان هو بقى قعد كيليان امبابي على الدكه عشان الفريق يكون معتمد اكتر على النظام مش على كيليان امبابي. وخلص الموسم الاول بعد 53 ماتش انه يكسب 34 يتعادل 12 ويخسر 7، ويكسب في الموسم ده الثلاثيه، بس ثلاثيه دوري وكاس وسوبر، ويفشل برضه ان هو يكسب دوري الابطال. يعني نقدر نقول ما فرقش كتير قوي عن المدربين اللي قبل كده، فنقدر نرجع نقول تاني ان يمكن ساعتها تشاف لويس انريكي انه مش مختلف قوي، انما الاداره ما كانتش شايفه كده. ويكمل لويس انريكي لحد موسم 2024 2025 ويكمل في بناء الفرقه وبناء المنظومه اللي هو كان بيبني فيها، ويمشي كيليان امبابي ويروح ريال مدريد زي ما الاثنين كانوا عايزين. لويس انريكي كان عايزه يمشي وكيليان امبابي كان عايز يروح ريال مدريد. لويس انريكي خسر احسن لعيب في العالم يمكن بس هو كان بيصنع اقوى فريق في العالم، ومش هقدر اقول لك ان هو عمل ده من غير ما يصرف بس برضه كان عنده حق. هو خسر في النهايه نجم الفريق وهداف الفريق اللي بيجيب له في الموسم حوالي 30-40 جون، فكان محتاج يعوض ده. انما المره دي نوعيه الصفقات ونوعيه اللعيبه اللي كانت بتيجي باريس سان جيرمان كانت مختلفه عن قبل كده. لاول مره تحس ان باريس سان جيرمان فعلا بيبني فريق وبيبني منظومه، واللعيبه اللي بتيجي حتى لو بارقام عاليه فهي جايه لسبب وليها دور مهم جدا في الفريق. بدا بجواو نيفيز ب 63 مليون يورو، لعيب خط وسط جاي من بنفيكا، اثبت ان هو واحد من احسن لعيبه خط وسط في العالم من اول موسم. وراح بعديها جاب المدافع باتشو ب 42 مليون وبرضه اثبت نفسه. وراح جاب دوي لعيب صغير محدش يسمع عنه قوي ب 52 مليون ويبهر العالم كله ويخش يلعب في المنتخب على طول. وفي نص الموسم نروح يمضي مع كفاراتسخيليا من نابولي ب 74 مليون في صفقه قويه جدا. وكل دي لعيبه جديده جايه النادي، انما في لعيب واحد انريكي حوله ويحسسك ان هي صفقه جديده في النادي وينفجر ويبقى المرشح الاقوى للبالون دور السنه دي. وانا هنا بتكلم على عثمان ديمبلي، من لاعب مكروه في برشلونه ومالوش مكان وبيتصاب اكتر ما بيلعب
الملعب لنجم من اقوى نجوم العالم النهارده، وواحد من اكبر المرشحين ان هم يكسبوا البالون دور. ديمبلي الموسم اللي قبله ده لعب 42 ماتش، سجل 6 اهداف وعمل 14 اسيست في الموسم كله. الموسم ده لعب 52 ماتش، جاب 35 جون و16 اسيست. انت بتتكلم في معدل اهداف 6 اضعاف الموسم اللي قبله. ومش بس كده، تألق لعيبه كتيره قوي تانية في الفريق زي فيتينيا مثلا او فابيان رويز او اشرف حكيمي كاحسن باك رايت في العالم النهارده، اللي بيعمل كل حاجه هجوميا ودفاعيا وتكتيكيا. ولا نونو مينديز الباك ليفت اللي عامل موسم تاريخي كاحسن باك ليفت في العالم السنه دي، وموقف اقوى وينجات رايت العالم. اذا كنت بتتكلم على محمد صلاح ولا ساكا ولا حتى ميسي في كاس عالم الانديه، الراجل مش مخلي حد يعرف يشوف قدامه. مع لويس انريكي لعيب جديد او لعيب قديم كله بيلعب حلو. كفاراتسخيليا لسه جاي في نص الموسم وتحسه مندمج مع الفريق وبيلعب بقاله سنين. لويس انريكي صنع فريق مرعب لكل كبار اوروبا عشان يكسب دوري الابطال تاني بعد 10 سنين. بس المره دي للاسف بنته زانا ما تبقاش موجوده معاه عشان تنزل الملعب وتمسك ايده وتتصور معاه. بس جمهور باريس عمل لقطه حلوه قوي بعد ما افتكر اللحظه دي للويس انريكي، وعملوا بانر عليها صورة لويس انريكي جنبه بنته زانا وهي لابسة تيشيرت باريس سان جيرمان وهو بيغرز علم باريس في الارض لإحياء ذكرى بنته ونفتكرها بلقطة ولحظة جميلة قوي. وانريكي يقول ان زانا دايما موجودة معاه، يمكن مش بجسمها بس بروحها. وبعد الماتش بعد ما الصحفية تسأله ايه رأيك ان جمهور باريس النهاردة بيفكرك ببنتك، قال لها انا مش محتاج ان انا اكسب الشامبيونز ليج عشان افتكر زانا بنتي، هي دايما موجودة معانا. زانا كانت اصغر بنت الانريكي من 3 اطفال من مراته إلينا. عنده ولد اسمه باتشو وبنت تانية اسمها سيرا. واتكلم ميسي عن زانا وقال الحاجات دي بتحصل كتير قوي في العالم للاسف، بس بتحس بيها اكتر لما تحصل قريب من بيتك. انا قضيت وقت كتير قوي معاها ورحت المدرسه معاها، هي كانت مع ولادي، كلنا عندنا ولاد والتفكير في الموضوع ده صعب جدا. انا مش قادر اتكلم اكتر من كده عشان انا مش عارف انا هيكون رد فعلي ايه لو ده حصل معايا انا. بيب جوارديولا بدأ المؤتمر الصحفي بانه اتكلم عنها الاول وعن مرضها، وعزى انريكي ومراته والعيله باسم مانشستر سيتي. انريكي قال ان بنته عاشت 9 سنين جميله جدا معاهم وليها معاهم ذكريات كتير. ممكن تكون بتتسالوا انا بعتبر نفسي حظي حلو ولا وحش؟ انا بعتبر نفسي حظي حلو وحلو قوي كمان. وقال في مره انه دخل البيت لقى مامته شايله كل صور زانا بنته من البيت. قال لها انت حطيتي صور زانا فين؟ قالت له مش قادره اشوفها قدامي وهي مش معانا. قال لها لا، رجعي كل الصور لان انا متاكد ان زانا معانا بروحها وان هي شايفانا، ولازم نثبت لها ونحسسها ان احنا مبسوطين وحاسين بيها وهي معانا. لويس انريكي حقق كل حاجه بعد الرباعيه التاريخيه اللي هو عملها، وبعد ما كسب الشامبيونز ليج وممكن تبقى الخماسيه، بعد ما يكسب تشيلسي النهارده، بعد ما يكسب كاس العالم للانديه، ويثبت لويس انريكي ان هو صح وكل المشككين كانوا غلط اذا كانوا من جمهور او من نجم الفريق السابق كيليان امبابي، ويعمل موسم تاريخي. بس تفضل اللحظات الانسانيه دي وتفضل المواقف والقصص دي هي احلى حاجه في اللعبه واحلى حاجه في الرياضه، واللي بتخلينا لسه عايزين نتفرج عليها. وبهنا اكون خلصت كلامي عن واحد من اساطير الكوره بالذات في مجال التدريب، وقصه من احلى قصص الكوره الالهاميه لويس انريكي. اشوفكم في حلقه جديده، في حكايه جديده، في قصه جديده، في فلوج جديد. الله، الوطن، ابو تريكه، سلام.